كميات ضخمة من الكتابات الورقية والطلاسم والمواد التي تستخدم في عمليات السحر والشعوذة تم ضبطها من قبل رجال جمارك دبي، ولكن هذه المرة وقعت في أيديهم دمية الشيطان. ما هي دمية الشيطان؟ الزميل حميد العزعابي خبرنا بالتفاصيل. نعم سماح، دمية الشيطان هي إحدى ابتكارات السحرة، وهي الآن في قبضة رجال جمارك دبي. لكل حادث حديث، فحديث الأمس يتكرر اليوم. فنحن أمام قضية المواد المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة التي يتم ضبطها بين الحين والآخر، وهي من الآفات التي ينبغي نقوص الخطر بشأنها، والشيء بالشيء يذكر. فما الذي كان سيحدث لو لم تضبط هذه المواد؟ كم شخص يا ترى سيقع فريسة لهؤلاء المشعوذين الذين يحتالون على الناس ويدعون أنهم يملكون قدرات خارقة؟ فلنتابع. شحنة كبيرة من المواد التي تستخدم في أعمال السحر والشعوذة كانت في طريقها للدخول عبر مطار دبي. فالمواد المضبوطة هنا ليست ببسيطة، منها قصاصات ورقية وخيوط وسوائل وغيرها من المواد، ولكن عيون رجال جمارك دبي كانت لهم بالمرصاد، فهؤلاء الدجالون لا يرحمون صغيرا ولا كبيرا. الضبطيات اللي قدامكم هذه عددها 121 ضبطية قادمة من عدة دول أفريقية وآسيوية. هاي طبعا 120 ضبطية كان خلال سنة 2012. بعض منها وارد لدولة الإمارات، والبعض منها موجه لدول أفريقية. أما الشعوذة الأدهى هنا هي دمية الشيطان كما يسمونها، فمنظرها يثير الرهبة، والأعظم من ذلك أنها تستخدم والعياذ بالله لسحر الأطفال. هذه الدمية بعض الأحيان هم بيستخدمون إذا كان مثلا للأطفال أو للرجل نفسه أو للمرأة، فايش يصير فيها؟ مثلا يعملوا فيها بعض الشغلات في داخل هذه الدمية، عرفت كيف؟ من أسحار. إذا أتت باسم هذه المرأة أو باسم هذا الرجل، فهذا الإنسان يبدأ في التعب. فطبعا هذه الأشياء ليس لها علاج إلا القرآن. ومن بين المضبوطات أيضا سحر التفريق والربط وسحر قضاء الحاجات، وهذا ما جعل القائمون هنا يستعينون بأحد رجال الدين لفك مفعول هذه الشعوذات والطلاسم. بالنسبة للأعمال السحر والشعوذة، في قانون المطبوعات والإعلام بدولة الإمارات ينص على حظر استيراد أو التعامل بمثل هذه المطبوعات. حاليا هاي طبعا اللي يستوردونها ناس ضعاف النفوس، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لإبطال مفعولها ومن ثم التخلص منها. السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. وبإذن الله تم إبطال مفعول المواد المضبوطة المستخدمة في عمليات السحر والشعوذة، وسيتم حرقها بعد ذلك. وكلمة شكرا في النهاية للساهرين على مصلحة الوطن والمواطن، فهم يستحقون منا كل التقدير. فكم من مواد مخدرة تم ضبطها على أيديهم، وكم من مواد شعوذة تم إيقافها قبل أن تنتشر وتصل إلى مبتغاها.